السلام عليكم. معكم سامي من الحزب الفيدرالي التونسي من أربان. غدوة هو آخر يوم في 2013. و 2013 بالنسبة لي أنا معناها عام صعيب ياسر وعام حزين. واحد الشعب التونسي عاش فيه معناها أحداث أليمة ومعناها وعاش اغتيالات، وأهمها معناها اغتيال الشهيد شكري بالعيد والحاج محمد براهم. لكن بالنسبة لي أنا معناها أصعب حاجة عشتها في 2013 أنا قبل بيوم من حلول هذا معناها هذه السنة. عشنا معناها حادثة أليمة اللي هي تتمثل في وفاة الشهيد طارق المكي الله يرحمه. طارق المكي بالنسبة لي أنا معناها كان الأستاذ أول بتاعي في السياسة، وأول حركة وأول حزب معناها شاركت فيه معناها في حياتي هي حركة الجمهورية الثانية. أنا باش نحكي لكم معناها كما نقولوا كيفاش عشت معناها النضالات تاع طارق المكي، كيفاش عشنا معناها الأجواء النضالية معناها في حركة الجمهورية الثانية. أنا أول ما بديت معناها في حركة الجمهورية الثانية بعد انتفاضة الحوض المنجمي من 2008، وانا راي معناها كما نقولوا اسير ولاية قفصة معناها حزت في نفسي معناها الاحداث الاليمة تاع الحوض المنجمي. ماتوا برشا ناس معناها في الحوض المنجمي معناها ضحية القمع تاع نظام بن علي اللي دفع بيا معناها نلتحق بحركة الجمهورية الثانية اللي هي معناها حركة صادقة من مقارنة بالاحزاب الكاكاوية والاحزاب الديكار اللي قبل الثورة اللي كانوا ديما معناها يلحسوا بن علي. علاش انا اخترت معناها طارق مكي كانسان معناها وكمعارض جدي النظام نتاع بن علي. الحركة متاعنا راه كانت معناها اقوى حركة قبل الثورة، خاصة نحن معناها ابارتير معناها 2009 و2010 كانت عندنا راهو فروع في اوروبا وفي امريكا. كان عندنا اكثر من 20 فرع معناها خارج تونس، في كندا اللي موجود فيها المرحوم طارق مكي، في امريكا، في فرنسا، في المانيا، في بلجيكا، في روسيا، في لوكسمبورغ، في ايطاليا، في السويد معناها في ليبيا، حتى في البلدان الخارج. كانت معناها حركة الجمهورية الثانية كانت اقوى حركة معناها قادرة باش تطيح نظام بن علي. لكن معناها تشوف معناها اقوى ضربة قاضية عشناها هي وفاة المرحوم، لانه معناها الله غالب معناها المرحوم طارق المكي معناها رفض باش يشارك في معناها المجلس التأسيسي، وباش معناها كما نقولوا رفض انه كان يكون طرف كما تشوفوا هالمهازل في المجلس التأسيسي. رفض يكون كما نقولوا يمثل على الشعب. كان معناها اصدق رجل السياسة معناها في قبل الثورة وبعد الثورة، ودفع الضريبة معناها كما نقولوا اللي تسبب معناها كما نقولوا في وفاته بالطريقة الأليمة هذيك اللي هو مات مغدور به. لكن معناها كما نقولوا ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نحكي لكم معناها اسباب وكيفاش مات وكيفاش معناها اسرار وفاة المرحوم طارق مكي. بالنسبة للناس ما تعرفوش طارق مكي، انا نحب نحكي عليه. طارق مكي راهو ابار معناها مؤسس حركة الجمهورية الثانية، هو اول من طالب بصفة جدية برحيل المخلوع، واول ما فضح معناها خفايا السرقات نتاع وجرائم نتاع طرابلسي. وبارتير معناها من 2007 هو دعا الى المقاومة الالكترونية. وقت معناها بدا معناها الحزب حركة تتكون خاصة بدأت تقوى،
وبدا معناها الفيسبوك يأثر على المجتمع التونسي، دعا المرحوم طارق المكي إلى المقاومة الإلكترونية، ودعا معناها كما نقولوا باش الشعب التونسي باش يستعمل الفيسبوك والإنترنت كسلاح ضد بن علي، ودعا الشعب التونسي اللي باش يستعمل الفضاء الافتراضي من أجل مقاومة القمع والديكتاتورية نتاع بن علي. من أهم المودورد نذكرهم أنا معناها قبل الثورة هو المودورد قال لنا المرحوم طارق الله يرحمه، كما نقولوا نكتبوا على الفلوس معناها الورقة هذيك تاع 5000 ولا تاع 10000 ليموني وكل بيي تاع 5000 ولا تاع 10 انه نكتبوا الجمهورية الثانية. تو معناها حتى معناها المعارضة تو نفس الميثود استعملها المرحوم قاعدين يستعملوا فيه تو. ها معناها قبل نذكرها قبل 3 شهور ولا شهرين كاتبين معناها النهضة كل هذيك دي ميثود معناها كنا نخدموا فيها مع المرحوم طارق المكي. من بين مميزات المرحوم طارق اللي هو معناها أول إنسان رفع شعار ديجاج، معناها الشعار هذايا كما نقولوا هو معناها تسبب في سقوط نظام بن علي في 14 جانفي. وتفكروا المظاهرة معناها اللي قدام وزارة الداخلية ديجاج معناها ديجاج يا خماش، معناها كلمة الديجاج هي اللي تسبب. وبرشا ناس قالك معناها أول واحد رفع كلمة ديجاج هو لطفي العبدلي ولا الممثل هذاك. لا نقول لكم راهو أنا اللي معناها أول إنسان استعمل كلمة ديجاج هو المرحوم طارق المكي، استعملها بالضبط في ماي 2010. معناه لطفي العبدلي معناه أول ما قال كلمة ديجاج قالها في جانفي 2011، لكن المرحوم طارق المكي استعملها قالها في 2010. بدا يحذر الشعب التونسي. اسم الفيديو انترفيو، معناه انترفيو في ماي 2010. معناه قالوا il ne faut pas معناها négocier avec Ben Ali. Ben Ali c'est un gangster، معناها il faut dégager ce monsieur là. إنسان معناها آمن إنه لا جدوى من التفاوض مع نظام تاع بن علي. وبدا بشوي معناها الشعب التونسي يتأثر معناها بأفكار طارق المكي، وبدا يقتنع إنه il faut dégager ce monsieur là، il faut dégager معناها الدكتاتور بن علي. ومميزات المرحوم طارق المكي انه السياسي الوحيد الرافض انتخابات 23 اكتوبر 2011، والرافض معناها من اقامة معناها مجلس تأسيسي اللي هو كما تشوفوا تو معناها يعتبر كارثة. او تشوف معناها التعويضات تاع حركة النهضة معناها باش يسلبوا الشعب التونسي في 1100 مليار. هذا كله تعويضات 1100 مليار معناها تعويضات المساجين تاع النهضة. النقطة الثانية نحب نحكيها معناها انه المرحوم طالب معناها بالبيان رقم 1. شوفوا انتم مثلا في مصر شنو حصل، معناها السيسي الجيش هو شد الحكم معناها كما نقولوا معناها هو اللي لازم يقوم بالدولة معناها باش يزيل علينا الحكم الدكتاتوري نتاع النهضة. نحن كان طبق البيان رقم 1 من 23 اكتوبر 2012 رانا توا عندنا رئيس جديد ورانا امورنا والمهازل الموجودة في التأسيسي والمطالبة بتعويضات حركة النهضة 1100 مليار معناها قدام الشعب التونسي على حساب البطال وعلى حساب كان طبقناها رانا سيد رانا تحررنا من النظام الدكتاتوري نتاع حركة النهضة. لكن الفترة الأخيرة تاع حياة المرحوم طارق المكي معناها تعب ياسر
صحيا ونفسانيا، لأنه الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الأمنية معناها بدأت تتأزم. وأول إنسان وأنا سمى المرزوقي طرطور هو المرحوم طارق المكي، وأول إنسان من فضحه قبل الثورة وبعد الثورة، خاصة نشوفوا الفيديو اللي عمله طارق المكي مي ديسيبسيون اللي عملوا ضح فيه معناها الانتهازية نتاع منصف المرزوقي، اللي هو معناها شلك مؤسسة الرئاسة في الجمهورية التونسية. الحاصل أنا نحب قبل كل شيء نترحم على المرحوم ونترحم على الشهداء تاع الثورة بصفة عامة، وخاصة المرحوم شكري بالعيد والمرحوم الحاج محمد إبراهيمي والمرحوم فوزي بن مراد والشهيدة زاد والله نسيت اسمها، داليا بن اسمها هي تاع الحزب الشيوعي وبقية الشهداء. لكن الفترة الجاية باش تكون صعيبة على الشعب التونسي. علاش نحن لازمنا كما نقولوا نسيروا على نهج المرحوم طارق المكي وندعو فيه بقية زملائه معناها السابقين وبقية الإخوة معناها في حركة الجمهورية الثانية يقوموا بالواجب، وعلى الأقل يمشيوا معناها الجلاز ويترحموا على طارق ويقراوا على الأقل الفاتحة ونحيوا معناها ذكرى وفاة المرحوم طارق المكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.